كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس. عمري ما عرفت ابلع الكلمه دي، مش عشان ان انا عايز اقلع وامشي عريان، بس علشان انا مش عايز حد يقول لي اعمل ايه. يعني انا رافض فكره ان حد يقول لي اعمل ايه. فكره المجتمع المبنيه على التدخل في الشؤون، نسمح لناس غريبه تماما ما لهمش اي علاقه بينا ولا بحياتنا ولا بعيلتنا ولا بدنيتنا ولا بمصلحتنا ولا باي حاجه، يقفوا وينظروا ويشاوروا ويقولوا لي انت صح او انت غلط او انت يمين او انت شمال. على اساس ايه نسمح للناس ان هي تقول لنا نعمل ايه، او ان هي تأيد حريتنا، او ان هي تحدد طموحاتنا، او ان هي تسبب لنا احباط واكتئاب، او ان هي تخنقنا؟ بتاع ايه؟ هل هم ملائكه معصومين من الخطأ؟ هل هم ما عندهمش اي اسرار ولا عندهم اي خبايا ولا عندهم اي حاجه في حياتهم تخلينا نقف وننظر احنا كمان؟ يعني ناس كتيره جدا بتعيش حياه تانية غير الحياه اللي هي عايزاها لنفسها علشان خاطر الناس هيقولوا عليا ايه. يعني قرارات مصيريه وحساسه جدا بتتاخد في حياتنا، مش علشان احنا عايزين ايه، بس علشان الناس ممكن تقول علينا ايه. دراساتنا، اختيار شريكة حياتنا، صرف فلوسنا، شغلنا، هواياتنا، شكلنا ولبسنا. طب مين هم الناس دول؟ يعني ماشي، هلبس اللي يعجب الناس. انهي ناس بالظبط؟ هل الناس كلهم ذوقهم واحد، ارائهم واحده، خلفياتهم واحده، نظرتهم واحده؟ ولا انا امشي بشنطه فيها غيارات علشان كل حته اروحها؟ والله في ناس بتعمل كده، حقيقي في ناس بتعمل كده. في ناس بتنزل معاها شنطه فيها غيار علشان هي عايزه تلبس ده، بس هي مش تنفع تلبسه في المنطقه اللي هي ماشيه فيه. هل الناس بقى دي اللي هي احنا عايزين المفروض نلبس اللي يعجبهم، الناس دي اصلا فاهمه حاجه؟ او الناس دي ذوقها واحد؟ او الناس دي نفس الحاجه اللي هلبسها هتعجبهم كلهم؟ ولا هم مين بالظبط الناس اللي انا اصلا عايز ارضيهم؟ ولو انا عايز ارضيهم، هم بقى هيرضوني ازاي؟ هم هيعملوا لي انا ايه؟ هل هم هيكسبوني؟ هل هم هيعينوني؟ هل هم هيحبوني؟ هل هم هيطبطبوا عليا؟ هل هم هياكلوا عيالي؟ هل هم هيبسطوني؟ هل هم هيجوزوني؟ ولا هم هيقعدوا ويقفوا ويشاوروا ويقعدوا ينظروا وينتقدوا ويحبطوا فيا؟ بأني حق حد غريب ما اعرفوش اصلا يتدخل في حياتي، ولا يقول لي اعمل ايه ولا ما تعملش ايه؟ ولحد امتى هنفضل عايشين في مجتمع ان احنا ممكن نسكت لحد ممكن يقول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه؟ ولو احتجت منهم حاجه ما اعتقدش اني هلاقيهم. وفي مجتمعات كتير في عالمنا العربي الناس بتفتكر ان حقهم المكتسب ان هم اصلا يحددوني ويرغموني على ان انا اعمل حاجات والبس حاجات واتصرف بطرق واقول حاجات انا اصلا مش عايز اعملها، بس انا مضطر اعملها عشان يقبلوني في المجتمع ده او ما يأذونيش. يعني ايه؟ ليه بنحكم على بعض بالمنظر ده؟ وليه بنحط نفسنا في مقام الحكم، في مقام العارف كل حاجه، وفي مقام المشفق على الناس اللي مش عامله زيي؟ يعني انت لو مش عامل زيي ومش بتعمل اللي انا بعمله، انا هشفق عليك وهكرهك وهفضل انتقدك وهفضل اصغرك لحد ما تبقى زيي. طب انا عامل ازاي؟ طب لما تبقى زيي هتكسب ايه؟ طب هي ليه الناس بتعمل كده؟ ليه الناس بتصنف بعض بالطريقه دي؟ لما نقعد نتفرج عليها، لما نقعد نتعمق في الموضوع ده شويه ونحاول نفهم ليه الناس بتصنف بعض كده. هل هم بيصنفوا بعض علشان عايزين مصلحه الغير، ولا هم بيصنفوا بعض علشان يحسسوا نفسهم ان هم جامدين ويبرروا لنفسهم ان هم الصح ويقنعوا نفسهم ان مفيش حاجه في الدنيا دي صح غير اللي هم بيعملوه، علشان اصحى من النوم ابقى فخور بنفسي وانا اصلا ما تقلعش من رجلي؟ مش انا طبعا. لان تصنيف الناس وحكمها على بعض هي من اكتر الطرق فاعليه بتعزيز وتاكيد نظرتنا لنفسنا وللعالم. بنستخدم الناس كمرايات عشان نبني منظورنا عن الحقيقه. المنظور ده هو مجموع كل التجارب وكل الخبرات وكل التعليم وكل التربيه وكل الزعل وكل الفرح اللي عدينا بيه في حياتنا، بيكون لكل واحد فينا منظور للعالم اللي هو ماشي فيه. وتاكدوا ان العالم بتاعي غير العالم بتاعك غير العالم بتاعهم. احنا مفترضين ان هو عالم واحد، لا هو مش عالم واحد، هو كل واحد فينا ليه العالم بتاعه. انا ممكن اشوف نفس الحاجه في نفس اليوم في نفس اللحظه والشخص اللي واقف جنبي هي نفس الحاجه ابص عليها، كل واحد فينا يفسرها بطريقه مختلفه، كل واحد فينا يشوفها بطريقه مختلفه تماما، لان المنظور ده بيبقى متحدد او محدود بافكارنا ومشاعرنا اللي احنا بنحبها او بنكرهها. فلو احنا شفنا حاجه بتتسق مع فكرتنا عن العالم او فكرتنا عن الصح، هنقبلها وهنحتضنها وهنقرب منها ونقربها لينا. لو احنا شفنا حاجه
بتختلف او بتتضاد او بتتصادم مع اللي احنا ماسكينه قريب مننا، مع اللي احنا معتقدين ان هو ده الصح، بنكرهها وبننتقدها، وفي احيانا كتير بنبقى عناف ضدها وقاسيين عليها. لان واحد من المصادر الاساسيه لتثبيت الايجو بتاعنا او الانا هي ان دايما ناكد لنفسنا ان احنا الصح. كتير قوي ناس بتختلف مع بعض وبتتناقش وبتتعارك وبتحارب علشان مين فينا اللي صح، لكن احنا فعليا اللي بنعمله ان احنا مجرد بندافع عن نفسنا، ان احنا ما نتهزش في اعتقاداتنا الشخصيه او منظورنا عن العالم. لان احنا كائن حياته مبنيه على العاده، الهابت، اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش. لكن في الحياه اليوميه السطحيه بنبص ومن غير ما نتكلم ولا نسمع نحكم، نشوف حد ده راجل دقنه طويله يبقى ده اخواني، دي بنت مسيبه شعرها وحاطه ميك اب تبقى عاهره، ده ولد راكب عربيه حلوه وسنه صغير يبقى امه اللي جايباها له و و و و لان مخ الانسان بيتعامل مع المؤثرات الخارجيه بحاجه اسمها سكيماز. السكيماز دي شرحها البسيط كأن في علب في دماغنا، وكل علبه ليها عنوان، وكل عنوان بيقع تحتيه الحاجات اللي شبهه. لو قلت مثلا موسيقى، الموسيقى دي انا عارف الموسيقى دي جميله، الموسيقى دي احنا بنرقص، الموسيقى فيها جيتار، فيها درام، فيها سي دي، فيها رقص، وفيها سفاله وقله ادب في بعض الاحيان عند بعض الناس، وفيها نقاء للروح وهدوء للذهن في احيان اخرى. كل واحد على حسب طريقه تفكيره ومعتقداته وخلفيته بيحط كل حاجه في العلبه المناسبه ليها. نفس الحاجه بنعملها مع الناس. راجل قصير يبقى مكار، ست تخينه تبقى مفجوعه، بنت حلوه تبقى مش تمام، ولد قوي يبقى بيضرب حقن، وهكذا. وغصب عننا بنعتقد ان احنا بس اللي صح ومحدش صح غيرنا ومحدش فاهم غيرنا. لو حد جه يتكلم في اي حاجه غير اللي انا حاططها في العلب بتاعتي دي هكسر العلب على دماغه، او هشفق عليه اقول انه مجنون او مسكين او ربنا يهديه او ربنا يشفيه او ربنا ياخده. لان معظمنا مش بياخد باله احنا ليه بنحكم على الناس كده. ده مش معناه ان احنا وحشين، ده معناه ان احنا بدائيين وبنفكر بطريقه بدائيه. لكن لو شفنا الدنيا من منظور اوسع من كده شويه هنبتدي نقبل الاخر، وهنبتدي نلتمس العذر، وهنبتدي نفكر في اساليب جديده للحياه وللتعامل مع البني ادمين والتعامل مع الدنيا. فلازم نفهم ان الاسباب الرئيسيه اللي تخلينا نحكم على بعض بالطريقه دي هم الخوف وعدم الاحساس بالامان. الخوف ان حد ممكن يبقى احسن مني واكرهه واحطه في علبه معفنه زيه. بس هي الدنيا مش كده، احنا مش بنحارب بعض. وافتكروا كام مره او كام حد قابلتوه في حياتكم شفتوه من بره وحكمتوا عليه وقلتوا ده بني ادم زباله انا مش عايز اعرفه تاني، ولما عرفتوه اكتشفتوا ان هو بني ادم جميل وبقى صاحب وحليف. لان احنا عمرنا ما هنكسب حاجه جديده، عمرنا ما هنتعلم حاجه جديده، عمرنا ما هنخرج من الحفرة الفكرية اللي احنا عايشين نفسنا فيها طول ما احنا بنفكر بالطريقة دي، طول ما احنا شايفين ان احنا صح ومفيش حاجة غيرنا صح، طول ما احنا شايفين ان الناس دي كلها ما تستاهلش انها تبقى زي الناس دي كلها. انا يا اما بشفق عليها يا اما بكرهها يا اما انا بعديها مهما كانوا جايين منين. وزي ما انتوا بتحكموا على ناس، في ناس بتحكم عليكم. كلنا فينا بلاوينا، وكلنا عندنا اسرارنا، كلنا عندنا مشاكلنا، وكلنا عندنا قصورنا، وفي نفس الوقت كلنا عندنا قوتنا وكلنا عندنا مميزاتنا وكلنا عندنا نعمنا. فضروري ان احنا نفهم ان افكارنا بتحدد المنظور اللي احنا شايفين منه العالم. فيا ريت لو نراقبها ونبقى صاحيين ليها ونحاول دايما نحطها في الاماكن الصح، ندور على الحاجات الحلوه فيها ونحاول على قد ما نقدر، نحاول على قد ما نقدر نتجنب الحكم على بعض ونتجنب التصنيف الناس مجرد ان احنا نشوفهم، لان احنا فعلا ما نعرفش حاجه عن حد غير لما نعاشره. وفي نفس الوقت تبطل تحكم على نفسك وما تقعدش تهزم نفسك وما تقعدش تلوم نفسك وما تقعدش تغلط نفسك. كلنا بنغلط، احنا بني ادمين. ركزوا على حياتكم وحاولوا تحسنوها، ركزوا على نفسكم وحاولوا تحسنوها، ركزوا على افكاركم وحاولوا تحسنوها، وفهموا ان دي حاجه ما بتقفش، وفهموا ان مفيش حد مبسوط على طول، ومفيش حد ناجح على طول، ومفيش حد بيفرقع نار على طول، الدنيا فوق تحت. واهم حاجه افتكروا قد ايه احساسها كان وحش لما حد ظلمك وحد حكم عليك وحد قال عليك حاجات انت عارف انها مش حقيقيه على نفسك، بس هو قالها مجرد ان هو حكم عليك من بره كده بالنظر. دايما افتكر الاحساس ده علشان ما تحبوش لنفسك ما تحبوش لغيرك. من الاخر كل اللي يعجبك والبس اللي يعجبك برضه، واللي مش عاجبه يخبط دماغه في اقرب حاجه.